السلام عليكم أحبابي ومتابعي. اليوم حلقة صغيرة جدا أنا أختصرها، بس الخلاصة فيها أنه إيش؟ بعض الناس مهمل لقضية مقاطعة المنتجات التي تدعم ذلك الكيان الغاصب المحتل القذر الذي كل ما فيه سيء، كل ما فيه سيء من نشأته القذرة. شوفوا الجذر الخبيث ما يولد إلا شجرة خبيثة، والجذر الطيب يولد شجرة طيبة، هكذا يعني. عموما بعض الناس بيقلل من شأن مقاطعة هذه المنتجات. أدي لكم شيء مهم جدا. تعرفون الدولة العظمى التي تقف خلف هذا ومنها الذي يدعم ويمول ويغطي ويسوي كل حاجة، تمام، معروف منه، الولايات المتحدة. عموما هذه الدولة لديها الكثير من المنتجات التي تملأ وتغرق السوق. احنا ما علينا سوى حاجة بسيطة جدا، أن نبحث عن البدائل. طيب معك رز أمريكي ومعك رز برازيلي، طيب اختار البرازيلي. طيب معك صلصة أمريكية ومعك صلصة مصرية، طيب أنا اختار المصرية. معك شوفوا، اعملوا مفاضلات في كل شيء. أمر بسيط جدا. أنتم لا تعرفون، أو في ناس كثيرين ما يعرفوش مدى أهمية المقاطعة الاقتصادية. هذه تنهكهم من الناحية الاقتصادية، بتدمر شركات، بتغلق، بتسفر الموظفين، يعني بتعمل أشياء كثيرة، بتعمل ضجة كبيرة جدا في السوق الاقتصادية. احنا قد نقول انه طيب ايش تسوي لهذا الصلصة؟ طيب صلصة جنب صلصة جنب صلصة، وسيارة جنب سيارة جنب كذا، مقاطعة جنب مقاطعة جنب مقاطعة، تتراكم هذه الأشياء وتتحول إلى كتلة كبيرة تتدحرج مثل كرة الثلج، تبدأ صغيرة ثم تصبح كبيرة جدا. لا تستخمل أن تقاطع هذه المنتجات. أول ما تدخل السوبر ماركت، الدكان، البقالة، تشوف منتجين، منتج صنع فيه كذا ومنتج صنع فيه كذا، أنت وعقلك يعني هل ترضى لأولادك أن يأكلوا شيء تعود عوائده المالية لشراء تلك الأسلحة التي تقتل أولئك الناس المساكين؟ بس فكر في عقلك وابدأ وازن. ليش ما نعمل من اليوم كل ما دخلنا نشوف المنتج ميد إن كذا؟ أنا أؤيد دائما المنتجات الصينية، والله إن المنتجات الصينية فاخرة جدا. الصين عمرها ما آذت حد، يعني ربما أنها معها شيء معين في جانب الأقليات وكذا، لكن أقل شيء أنها لا بتدخل في شؤوننا ولا لها دخل مننا، ولا قد حركت جيوش، ولا قد زرعت لنا سرطان مثل زرعتها الولايات المتحدة في بلادنا. أنا بين أيد المنتجات الهندية كذلك، والصينية والتركية والمصرية وجميع الدول ما عدا اليو اس اي. رجاء أن تفكر وأن تركز، فربما أن هذه الخطوة تهز. أقل شيء أنك عملت شيء من أجل هؤلاء الناس المساكين، أقل حاجة أنك قدمت معروف، أقل شيء أنك بذلت جهد بدل ما تكون شخص لا قيمة لك ولا أهمية. نتمنى أن تصل هذه الرسالة لكل شخص في العالم. نبدأ من أنفسنا هنا في اليمن ونعمل حملة مقاطعة شاملة بإذن الله لجميع المنتجات التي يصل ريعها وأرباحها إلى أولئك الناس الذي تعرفوهم. لعنة الله عليهم جميعا. إلى اللقاء.